طول عمرنا فاكرين إن الفيتامينات آمنة جدًا لإنها مجرد مكمل غذائي، طيب تخيل معايا إن قرص واحد بس من حبوب الحديد لو أخده طفل صغير ممكن يسبب له فشل كبدي أو غيبوبة أو حتى الوفاة، إحنا مش بنبالغ لأن تسمم الحديد واحد من أخطر أنواع التسمم عند الأطفال، وكمان بيحصل عند الكبار أحيانًا بسبب الاستخدام الخاطئ. في الفيديو ده هنتكلم عن مراحل التسمم، أعراضه اللي ممكن ما تتوقعهاش، وإزاي تتصرف لو حصل ده لا قدر الله. أنا محمد يسري، صيدلي بخبرة أكتر من 10 سنين، وجاي النهاردة أكلمكم عن موضوع مهم جدا لأن أغلب الناس بتتعامل مع المكملات الغذائية كأنها ملهاش ضرر، لكن الحقيقة في منهم ممكن يكون قاتل، وتحديدا الحديد. ناس كتير أول ما تسمع كلمة مكمل غذائي بيجي لها إحساس إن هو آمن وطبيعي ومفيش ضرر منه، لكن الحقيقة إن الحديد تحديدا من أخطر المكملات لو اتاخد بجرعة غلط. الجسم أيوه محتاج الحديد بس بكمية صغيرة جدا، والحديد عنصر ضروري عشان الجسم يصنع الهيموجلوبين اللي بينقل الأكسجين لخلايا الجسم، وعلشان العضلات تشتغل بكفاءة، وكمان عشان المناعة تبقى قوية. لكن الجسم محتاج منه ملي جرامات بس يوميا، مش بالجرام، ولما الحديد يزيد فجأة عن الحد الطبيعي الجسم ما بيعرفش يتصرف فيه. هو مش زي الفيتامينات التانية اللي بتخرج في البول، الحديد بيتخزن في الكبد، القلب والطحال، ولما يزيد بيبدأ يهاجم الجسم نفسه. لما تاخد جرعة كبيرة من الحديد، الحديد الزايد بيفضل يطفو في الدم وما بيدخلش جوه الخلايا، وبيبدأ يولد حاجة اسمها الجذور الحرة أو الفري راديكالز، والجذور دي بتحرق الخلايا زي النار بالظبط. بتبدأ تلف الأنسجة، وبتبدأ بالكبد وبعدين القلب وبعدين الجهاز العصبي. يعني بدل ما الحديد يكون مغذي بيتحول لسم قاتل. الأطفال هم أكثر عرضة لأن جسم الطفل أصغر وأعضاؤه أضعف، يعني لو بلع 3 أو 4 أقراص من مكمل الحديد بتاع الكبار ممكن تكون جرعة قاتلة في خلال ساعات، خصوصا لو كانت الأقراص مغلفة وممتدة المفعول. والمشكلة الأكبر إن بعض مكملات الحديد شكلها وطعمها شبه الحلوى أو اللبان، فالطفل يفتكرها شوكولاتة وممكن ياخد منها من غير ما ياخد باله. وكمان في ناس بتستخدم الحديد غلط، ناس بتحس بدوخة أو تعب أو إرهاق فتروح الصيدلية وتاخد حديد من نفسها من غير تحليل ومن غير استشارة، وممكن كمان تاخد جرعات عالية وبانتظام وهي أصلا مش محتاجة ده، وده بيعرضهم لتراكم الحديد في الجسم على المدى الطويل، خاصة في الكبد. الحديد مش علاج بسيط، ده سلاح ذو حدين مهم جدا لازم يتاخد بحساب وتحت إشراف طبي. ودلوقتي بعد ما فهمنا ليه الحديد ممكن يكون خطر، تعالوا نتعمق أكتر في اللي بيحصل جوه الجسم لما بيحصل تسمم بالحديد. واللي ما يعرفوش كتير إن تسمم الحديد مش بيبان مرة واحدة، لكن بيمر ب5 مراحل مرعبة، وكل مرحلة أخطر من اللي قبلها. المرحلة الأولى بتحصل خلال أول 6 ساعات بعد البلع، هنا بتبدأ الأعراض بسرعة جدا خصوصا لو الجرعة كبيرة، بيحصل ترجيع شديد وأحيانا بيبقى فيه دم، بيحصل إسهال وبرضه ممكن يكون فيه دم، ومغص وألم عنيف في البطن، خمول، دوخة، والنوم المفاجئ، ولون البراز ممكن يكون غامق جدا أو أسود. في الحالات الشديدة ممكن يحصل تسارع في النفس وفي ضربات القلب وهبوط حاد في الضغط وتشنجات أو حتى غيبوبة. المرحلة دي لوحدها ممكن تكون قاتلة لو ما تمش التدخل فورا. المرحلة التانية بتحصل من 6 إلى 24 ساعة، والغريب هنا إن الجسم ممكن يبان عليه إن هو اتحسن والأعراض تهدى، والطفل مثلا يبطل يشتكي والأهل يطمنوا، بس دي خدعة. دي مرحلة الهدوء اللي قبل العاصفة. الحديد السام بيكمل شغله جوه الجسم وبيسمم الكبد وبيبوظ التوازن الحمضي في الدم، وبيستعد انه يدخل المرحلة اللي بعد كده. المرحلة الثالثة بتحصل من 12 ل 48 ساعة، ودي أخطر مرحلة، وبتبقى زي صدمة قوية كده وهبوط حاد في الدورة الدموية، حمى شديدة، نزيف داخلي، اصفرار للجلد والعينين، وده دليل على فشل الكبد. بيحصل تشنجات وفشل تنفسي، والدم بيبقى حامضي جدا، وممكن بعد الشر تحصل الوفاة لو مفيش تدخل طبي سريع. المرحلة الرابعة بتحصل من يومين ل5 أيام، لو المريض لسه عايش بيبدأ الكبد ينهار تماما ويحصل فشل كبدي، والسكر في الدم بينزل لمستويات خطيرة، وبيحصل فقدان للوعي، غيبوبة، نزيف في أماكن متعددة، وفي بعض الحالات الوفاة نتيجة النزيف أو الصدمة. المرحلة الخامسة بتحصل من أسبوعين ل6 أسابيع، ودي مرحلة المضاعفات اللي ممكن تفضل مدى الحياة، زي تليف في المعدة أو الأمعاء أو انسداد في الأمعاء، قيء مزمن أو مغص متكرر، وفي حالات نادرة تليف كبدي. يعني حتى لو المريض نجا الجسم ممكن ما يرجعش لطبيعته بسهولة. لو شكينا في تسمم الحديد لازم نتصرف فورا، وممنوع نستنى الأعراض إن هي تظهر. لو في شك إن الطفل بلع راس حديد نروح فورا لأقرب طوارئ، وممنوع نديه لبن أو نحاول نخليه يرجع في البيت. المستشفى ممكن تعمل له غسيل معدة، تحاليل،
وتعالج بالترياق المناسب. وأنا بشرح التفاصيل دي كلها عشان لو حاجة من دي حصلت بعد الشر نقدر نتصرف بسرعة. طيب مين أكتر الناس المعرضين للتسمم الحديد وإزاي نحمي نفسنا وولادنا منه؟ أول فئة الأطفال تحت 6 سنين، دول أخطر فئة لأن عندهم فضول وبيفتحوا العلب وبياخدوا الحبوب من غير ما يعرفوا هي إيه، وبيكون وزنهم قليل يعني قرصين أو 3 ممكن يعملوا كارثة زي ما اتكلمنا، وكمان ما عندهمش القدرة إن هم يعبروا عن اللي حصل بسرعة. الفئة التانية هم الحوامل والسيدات بعد الولادة، بيكون عندهم وصفات طبية فيها حديد بتركيز عالي وأحيانا بينسوا العلب مفتوحة والطفل ممكن يوصل لها بسهولة. الفئة التالتة المرضى اللي بياخدوا حديد بجرعات عالية بدون إشراف طبي، في ناس كتير بتاخد حديد من نفسها عشان الأنيميا من غير تحاليل، ودي كارثة لأن الجسم ممكن يكون مش ناقصه حديد أصلا. وفي حالات بيكون في تخزين الحديد عالي في الجسم، وفي حالات بيكون فيها تخزين الحديد عالي في الجسم زي مرض الهيموكروماتوزيس، وساعتها الحديد الزايد بيعمل تسمم مزمن على الكبد. طيب نحمي نفسنا وبيوتنا ازاي؟ أول حاجة خليك حريص في تخزين الحديد وخبي مكملات الحديد في مكان عالي أو مكان مقفول وصعب الوصول ليه للأطفال. تاني حاجة ممنوع العلاج العشوائي، ما تاخدش حديد إلا لو عملت تحليل دم وتأكدت إنك محتاج، حتى لو تعبان أو مجهد ممكن تكون المشكلة نقص فيتامين د أو بي 12 مش شرط حديد. تالت حاجة علم أولادك من بدري، علم الطفل إن الأقراص مش حلاوة وإنه ما ياخدش حاجة من غير ما يقولك، واعمل توعية بسيطة بكلام سهل لكن حاول توصل له المعلومة. رابع حاجة خليك واعي بالأعراض، لو ابنك بلع كمية من الحديد حتى لو قرص واحد خده فورا على المستشفى، ما تستناش لحد ما يبدأ يرجع أو يشتكي، وافتكر إن المرحلة التانية اللي شكلها مريحة مش معناها إن الطفل سليم. الحديد مهم لكن زيه زي النار بالظبط، لو استخدمته صح هيدفيك ولو استخدمته غلط هيحرقك. لو لقيت الفيديو ده مفيد شاركه مع أي حد عنده أولاد أو بيستخدم مكملات غذائية أو بيشتغل في الرعاية الصحية، وما تنساش تقولي في التعليقات هل حصل معاك أو مع أي حد تعرفه موقف زي ده ولا لأ، وإيه أكتر معلومة فاجأتك في الفيديو. أشوفكم في الفيديو الجاي.